السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخ لولي. هنعمل النهارده وصفه في دقيقتين، لا دي اقل من دقيقتين. هنعمل الشعريه باللبن، عشاء سريع ولذيذ وخفيف وهيعجبكم جدا ان شاء الله. عارفه ان في كتير مننا بيعرف يعملها، لكن احنا هنعملها للي لسه ما يعرفش ازاي بتتعمل. دول معلقتين كبار من الزبده وعليهم معلقه واحده من الزيت. هضيف عليهم كوباية من الشعرية، وطبعا نقدر نضاعف الكمية زي ما احنا عايزين. هحمر الشعرية كده في الزبدة والزيت بمنتهى البساطة والسهولة. هضيف عليها بس كده ربع معلقة صغيرة من الملح، اقل كمان من ربع معلقة. نحمرها شوية كده. طبعا قلنا قبل كده في فيديو الكشري ان احنا بنضيف على الشعرية ملح علشان يوحد لون الشعرية ويخليها تحمر كلها بنفس اللون في نفس الوقت. هنحمرها كده لحد ما تاخد اللون الحلو ده، وهنضيف عليها بقى بس نخلي بالنا قوي كوباية من المية المغلية. يعني عملنا كوباية شعرية هنضيف عليها كوباية مية، كوبايتين من شعرية يبقى كوبايتين مية. هنضيف عليهم بقى دول 3 معالق كده من السكر ونقلبهم فيها كده، ونغطيها ونهدي عليها النار ونسيبها تستوي براحتها. بعد حوالي 5 دقايق بالظبط بتكون استوت بالشكل الحلو اللي احنا شايفينه ده. هنغرفها بقى في طبق او في بولة، وهنضيف عليها شوية من اللبن وشوية من القرفة. واللي حابب طبعا ياكلها بسكر بس من غير لبن يقدر طبعا يعمل كده. شوية من القرفة والسكر كمان هنا، ولو عندنا مكسرات وحابين نضيف مكسرات نضيف عليها مكسرات. بالشكل الحلو اللي احنا شايفينه ده، طعمها يا جماعة خرافي تحفة بجد. عشاء سريع ويدفي في البرد اللي احنا فيه ده. وخلاص خلص الفيديو بتاعنا، اتمنى يعجبكم. لو عجبكم لايك وشير واشتراك في القناة، والسلام عليكم.